بقى أنا المهندسة كيان يحصل معاها كده في الأسانسير؟ مش معقول. يعني بجد عمري ما كنت أتخيل إن ممكن يحصل معايا حاجة شبه كده. بس اللي جوه الموقف بيبقى حاجة واللي بيسمع عن الموقف حاجة تانية. التجربة في الموقف صعبة جدا جدا، مش أي حد يقدر يقاومها أو يستحمل. أنا المهندسة كيان، عندي 27 سنة، خلصت كليتي ووالدي فتح لي مكتب هندسة على طول. ما أنا زي ما بيقولوا آخر العنقود، مدللة جدا. عندي أخويا الكبير، ومن ساعة ما اتجوز ووالدي ووالدتي مفرغين كل حياتهم ليا، بيحبوني حب جنون، لدرجة إن كل ما يتقدم لي عريس يطلعوا في القطط الفطسة زي ما بيقولوا. ده طويل، ده قصير، ده تخين، ده رفيع. الطريقة اللي انتوا بتسمعوها دي كأنهم عايزين يجيبولي نجمة من السما، وفي نفس الوقت مش عايزين ان انا فارقهم او ابعد عنهم. وفكرة ان انا اتجوز واسيبهم وامشي، دي فكرة محدش فيهم عايز يتقبلها ابدا. أنا حنونة جدا على والدي ووالدتي وبعشقهم زي هما ما بيحبوني، بل أكتر بكتير. وأنا نفسي يعني مش هسيبهم، هبقى على طول متواجدة معاهم. لكن هما مش شايفين إن أنا بقى عندي 27 سنة، يعني بقيت في سن معدتش قادرة عليه. وزي أي بنت، نفسي يكون ليا خصوصياتي وحياتي الخاصة، والإنسان اللي يبقى معايا متفاهم وقريب مني زي أي بنت وزي أي ولد في الدنيا. لكن هما مش عايزين يتقبلوا الفكرة ديت خالص. وكل ما بحاول أتكلم يعني بخاف وبتحرج وبخاف إن هما يزعلوا، عشان كده بسكت. ولما كان بيجي عريس وبيرفضوه، كان نفسي أصرخ فيهم وأقول لهم كده كفاية، هو إنسان مناسب جدا وأنا عايزاه، ولازم يبقى ليا حياتي، وإن أنا معدتش قادرة. لكن ده كان الصوت اللي جوايا، لكن عمري ما طلعت صوتي ده ليهم خالص. كنت دايما ابتسم واقول لهم عادي واللي انتوا شايفينه، وما ناقشهمش في حاجة عشان ما يزعلوش وما يحسوش ان انا يعني يفكروا في اي حاجة تانية. ومشيت حياتي على كده. كان عندنا بواب من عمري وانا صغيرة، كان دايما هو اللي مسؤول عن العمارة. احنا عندنا عمارة كبيرة في مكان يعني حلو جدا، وبابا عامل لنا الدور الأخراني عشان ده بيبقى خاص بينا احنا، زي فيلا مش شقة. يعني مكون من أكتر من 6 غرف واتنين قطع ريسبشن وحمامين، يعني عم يخليه حاجة كده شيك وجميلة جدا، لأن بابا بيعشق إن يكون ساكن في أماكن عالية، وكمان بيحب السطح جدا. وفي نفس الوقت هو مرتاح ومبسوط بالمكان. مفيش غير أنا وبابا وماما وبس. عايزة أقولكوا يعني لو يطولوا يجيبولي كل حاجة في الدنيا مش هيأثروا معايا. بس في حاجات واحتياجات للبنت ما ينفعش حد يجيبها لها، لأنها بتبقى طبيعة في الحياة خاصة بيها هي. وبدأت حياتي على كده. البواب ده كان من بلد يعني بعيدة من الصعيد، وكان عنده 3 بنات و3 صبيان. وعشان السكن عندنا صغير ما كانش بيجيب إلا ولد وبنت بس، والباقي كانوا بيبقوا في البلد، أختهم متجوزة هناك وبتخلي بالها منهم وبتراعيهم، وهم أصلا كبروا وبقوا شباب. بس البيت بتاعهم وقع، ولما بيتهم وقع ما ينفعش يعيشوا عند أختهم طبعا وجوزها، فجابوا شنطهم وجم عاشوا هنا مع باباهم ومامتهم. بس بقى هما اللي مسؤولين عن كل حاجة. الأب والأم معدوش بيعملوا أي حاجة في العمارة خالص. وكان دايما ابنه هو اللي بيجيب الطلبات، ولما بنحتاجه حاجة هو اللي بيروح وبيتردد علينا. كان عنده شاب مهذب وجميل جدا، وكمان متعلم، بس كان لسه يعني فاضله زي سنتين ويتخرج. هو هيبقى زي مهندس برضه. كان هو اللي بيجيب لنا كل الطلبات، وبابا كان معجب بيه جدا من كتر ما هو مكافح وبيدرس، وكمان ما بيطلعلوش صوت، وعاقل جدا ومحترم. عايزة أقولكوا إن هو من الشخصيات المكافحة جدا، بيشتغل شغلانتين وبيراعي كمان المصالح بدل باباه عشان سنه كبر. وفي يوم كنت داخلة عشان إن أنا يعني راجعة من الشغل مرهقة جدا ومش قادرة أنتظر الأسانسير ساعات، كان ساعات كتير بيعلق.
الأسانسير كان بيعلق وأنا كنت بخاف إن أنا أركب فيه لوحدي، كان فيه مشكلة وما كنتش قادرة أنتظر لما بتاع الصيانة يجي ويصلح والكلام ده كله، فطلبت منه قلتله لو سمحت يا إبراهيم تعالى معايا عشان أنا خايفة الأسانسير يعطل بيا وأنا فيه ومعرفش أخرج ومحدش يحس بيا وأنا بنخنق من الأماكن دي مغلقة. المهم قالي مفيش مشكلة تحت أمرك يا أستاذة. ركب معايا فعلا الأسانسير، وطبعا في الوقت ده احنا كان بقالنا فترة طويلة جدا بنتكلم مع بعض، يعني بنتعرف بيجيب لي الطلبات اللي أنا بحتاجها. هو الصراحة إنسان مهذب جدا بيعاملني برقة واحترام، وأنا كمان معجبة يعني بيه وبطريقته، وكمان مبسوطة جدا عشان بيتعلم، لأن العلام دايما بيرفع من شأن الإنسان. أحسن حاجة فيه الصراحة تشجيعه دايما آه ليا، وإن هو مبسوط جدا إن أنا عندي مكتب هندسة، وكنت متفقة معاه كمان إن بعد ما يتخرج وظيفته من شالة وإنه هيشتغل معايا، عشان كده كان في بينا كلام كتير جدا. فلما كنت بطلب منه طلب كان الصراحة ما بيتأخرش عليا أبدا، وكان لدرجة إنه بصوا في ثانية واحدة بلاقيه قدامي. وهو ده بالظبط اللي حصل لما قلتله إن أنا خايفة أركب الأسانسير ويعلق بيا، بصيت لقيته جه على طول وقال لي متخافيش أنا معاكي. وفعلا حصل اللي كنت خايفة منه، واللي كنت خايفة منه إن هو الأسانسير علق بيا في الدور التالت وهو كان معايا. كنت خايفة جدا وبدأت أتخنق وبدأت أغمض عينيا عشان خاطر نفسي وكده، وحسيت إن أنا تعبانة الصراحة لولا وجوده معايا وتفهم الموقف يعني. بس الصراحة عايزة أقول لكم إحنا الاتنين يعني الموقف كان صعب علينا جدا، ما حسناش بأي حاجة غير وكل حاجة حصلت وكل حاجة بقت يعني مفيش أي فرق بينا، بس كان بطريقة معينة. وبدأ إن هو يطلع من الأسانسير بعدها بشوية على طول بطريقة معينة كده وعمل فيه كذا حاجة. المهم الأسانسير اشتغل وطلعت أنا بقى هنا على أوضتي، وكل اللي حصل ده عايزة أقولكوا منسيتش منه لحظة واحدة، وبقى طول الوقت في خيالي، وإن إزاي حصل وإن إزاي الحال يوصل معايا لكده. وكل ده بسبب إن أنا عندي 27 سنة ومحدش حاسس بيا ولا مقدر السن اللي أنا بقيت فيه. السن اللي أنا بقيت فيه هو السبب في كل حاجة حصلت. وبقيت بقى طول الوقت مش عارفة أقول لكم إيه، بس بدأنا إن احنا نتكلم ونتعرف أكتر ونقرب أكتر وكل الحواجز اتشالت. وكنت كل يعني ما الأمور تسمح كان بيبقى بيحصل كلام وتفاهم وكل حاجة كنا متفاهمين جدا. بس المشكلة إن الموضوع قلب معايا بحب وبإعجاب، وحسيت إن أنا فعلا حبيته بجد. قد إيه متفاهم في كل حاجة، إنسان جميل جدا. وأنا يعني هتمنى إيه أكتر من كده؟ أنا مش عايزة فلوس، أنا عندي كل الفلوس، أنا يلزمني إنسان يخاف عليا ويحبني ويقدرني. ولكن هنا بقى جاتلي الجرأة وقلبي الجامد وقلت له احنا لازم نتجوز ونبقى مع بعض. هو رحب طبعا بالفكرة جدا ومحسيتش في أي لحظة إن هو رافض الموضوع أو إن كده يعني. بس طبعا قال لي الرد اللي هو معروف، والدك هيرفضني عشان ظروفي وعشان الوضع اللي احنا فيه ومستحيل هيوافق، لكن انا هعملك اللي انت عايزاه عشان ما تفتكريش ان انا اللي عايز اسيبك او ان انا عايز ابعد عنك. قلت له ماشي انت بس تتقدم وملكش دعوة بالباقي، انا هقدر ان انا اتكلم معاهم على قد ما اقدر. وهو بقى هنا اتفق معايا وتقدم لوالدي من هنا، ووالدي طردهم نهائيا هو وأهله من العمارة وقال لهم مش عايز أشوف وش حد فيكم. ما هو من عنده حق يعني بنته المهندسة كيان اللي كان بيتقدم لها دكاترة ومهندسين ومدرسين وناس من قلوة القوم كان بيرفضهم وبيتحجج بأي كلام فاضي. هيوافق
ومن هنا بقى بدأت تجيلي الجرأة اللي معرفش جاتلي منين. وقفت قدامه وقدام والدتي واتكلمت بصوت عالي، قلت لهم انتوا خلاص ما انتوش حاسين بيا، واتكلمت بكل حاجة من جوه قلبي. الشخص ده انا بحبه وعايزة اكمل معاه حياتي، وهكمل معاه حياتي سواء رضيتم او رفضتم. اتفاجئوا كلك من كلامي ومن ردودي، لدرجة ان والدي يعني قام وشد معايا شوية في الكلام وزعلني من الآخر. والمهم إن أنا دخلت أوضتي وفضلت أعيط، ودي كانت لأول مرة والدتي تدخل ورايا وتقول أنا عمري ما شفتك منهارة كده، فيه إيه؟ بدأت أحكي لها بمشاعري واللي جوايا، وإزاي يا ماما أنتي مش فاهمة، وإزاي أنتي مش عارفة. لازم تفهمي إن أنا ليا سن معين، يعني أكون في ليا حياتي وليا عيشتي، ولازم يبقى ليا قراري ورأيي وكل الحاجات دي. بدأت والدتي تهديني وتقولي بس اهدي وأنا هحاول أفهم أبوكي، ووعدتني إن هي تتكلم معاه. وفعلا كلمته، وبابا برضه مصر على رأيه ورافض. وأنا عرفتها وقلت لها لو بابا تاني رافض الفكرة أنا هتجوزه، لأن بقيت دلوقتي أقدر إن أنا أتجوز من غير ولي أمر، يعني أنا مش قاصر. المهم لقيت ماما بتقولي اوعي تعملي كده، اوعي ابوكي ممكن يبعد عنك بقية عمرك وتخسرينا. المهم قلت لها دي حياتي، ولقيت نفسي خلاص أخدت القرار بيني وبين نفسي إن خلاص هتجوزه. كلمته في التليفون وقلت له يا إبراهيم لازم تيجي ونتقابل. إبراهيم بدأ إن هو يعني ما يردش عليا، لأن باباه ومامته وإخواته حياتهم كلها اتلخبطت ووقفت ودنيتهم كلها مش كويسة، وكل ده بسببه. وكل بقى الناس دي واقفة ضده وبتقوله إن هو غلطان، وحصل مشاكل معاه ومع أهله ومشي وسابهم كمان. وبقيت هو عنده مشاكل وأنا عندي مشاكل. لكن دلوقتي الموقف اللي أنا محتارة فيه، والدي صح ولا غلط؟ يا ترى أنفذ اللي أنا عايزاه وأتجوزه فعلا ونبدأ سوا مع بعض، ولا إن أنا أحاول أنسى؟ حاولت أنسى بس ما قدرتش ومش عارفة أعمل إيه. دي قصتي.